السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. فيديو جديد، خبر جديد، ديما الجديد ان شاء الله مع الكراغيلة الجزائريين. فيديو خوتي جديد اللي غادي نبين لكم فيه هانتوما غتشوفوا خوتي. السياحة في الجزائر. انا باش تعرف دولة اللي دولة اللي كتقول لك انا دولة سياحية، هانتوما غتشوفوا اخوتي. هنا تعرفوا السبب اخوتي علاش الكاف او الاتحاد الافريقي ما بغاوش يعطيو لهاد الناس حق باش ينظموا كأس افريقيا. راه مني كتقدم الترشح ديالك لاحتضان سواء كأس افريقيا او كأس العالم، راه كاين بزاف د الحوايج، بزاف ماشي القضية انها عندك الفلوس او قضية التمويل او بين، راه بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتوفروا في هاد الدولة باش ان الفيفا او الكاف توافق لك على الاحتضان ديال اي تظاهرة عالمية كيف ما كانت. هاد الكراغيلة راكم شتو التنظيم ديالهم فاش نظموا كأس البطولة الافريقية للمنتخبات المحليين او ديال الشباب، وقعوا بزاف ديال الكوارث وبزاف ديال المهازل اللي وقعوا في الجزائر. راه حنا كاملين شفنا والعالم كامل شاف بزاف ديال الوقائع اللي بزاف د الحوايج اللي خايبين بزاف اللي وقعوا في الجزائر من خلال هاد التظاهرات اللي داروا، اللي نظموا في بلادهم. هما كان كيحسب ليهم انهم داروا شي حاجه زوينه وداروا شي حاجه تنظيم ما كاينش بحالو، افتتاح ما كاينش بحالو، وبزاف د الحوايج. فعلا كان الافتتاح شويه في المستوى، ولكن الظروف ديال البطوله او تنظيم راه كانوا بزاف ديال المشاكل اللي خلات الكاف ترفض الطلب ديالهم. وكاع الدول الافارقه اي اتحاد افريقي او جامعه افريقيه ما صوتتش للجزائر على هاد القضيه ديال المشاكل اللي وقع في الجزائر. خوتي كاين بزاف د الاسباب. راه المغرب ماشي سرق كيف قال القجع الخطاب ديالو، كيف كيقول حفيظ الدراجي، وكيف كيقولوا اي جزائر. راه ماشي سرق تنظيم ديال كأس افريقيا او سرق تنظيم ديال كأس العالم. راه بزاف د الحوايج اللي في المصلحة ديال المغرب، واللي بزاف د الحوايج اللي شافتها الفيفا وشافها الاتحاد الافريقي انها كتوفر في دولة بحال المغرب. من هاد القضية كاين بزاف د الحوايج اللي غادي نذكر لكم منها. راه السياحة معروفة في المغرب. المغرب قادر يحتضن حتى 30 مليون سائح، 40 مليون سائح يدخل في التظاهرة ديال كأس العالم. المغرب معروف في السياحة، عنده الفنادق، عنده بزاف د الحوايج اللي كتخلي السائح الاجنبي يدخل المغرب. من هذه القضية كاين قضية اخرى هي الامن. الامن راه ضروري في الدولة اللي غتنظم اي تظاهرة. راه الامن ضروري كيف كتعرفوا راه ما يمكنش تعطل واحد البطولة او تظاهرة عالمية لواحد الدولة اللي ما كيكونش فيها الامن. الحمد لله المغرب معروف بالامن عالميا، معروف. بلادنا الحمد لله مأمنة، السلطات كتقوم بالواجب ديالها، الملك الله ينصرو حاضي البلاد كلها. كاين السلطات قائمة بالواجب، الامن معروف. داكشي علاش كتشوفوا السياح كيدخلوا بزاف للمغرب. هادو اسباب اللي كتخلي اي تظاهرة او الفيفا توافق او الكاف يوافق على هاد القضية هذه. من المغرب قدم الملف قوي وعنده ملف قوي، داكشي علاش تقبل. راه ماشي عطينا الرشوة او هذاك القضية ديال انكم انسحبتوا او هاد الكضرة كلها خاوية. ما بغيتوش تبانوا صغار في بلادكم،
يعني خفتوا من الفضيحة، قلتوا راه ننسحبوا وما ننظموش وكذا، وبديتوا بشي هضرة خاوية، لا المغرب غادي يرفض، المغرب كذا. راه الحمد لله، راه المغرب غادي ينظم كأس افريقيا، غادي ينظم كأس افريقيا اللي المنتخب الرجال، منتخبات السيدات كذلك غادي ينظموا المغرب. غادي ينظم كأس العالم للأندية، غادي ينظم كأس العالم ديال المنتخبات. يعني راه بزاف التظاهرات اللي غادي ينظمها في هاد 7 سنوات الجاية إن شاء الله، والمغرب قادر ينظمها. راه كأس العالم قادر المغرب ينظمو، راه ماشي هادي، راه سادس مرة هو كيقدم الملف ديالو باش يترشح يعني باش ينظم كأس العالم. راه ماشي هكاك جات، راه ماشي حنا الكراغيلة باش أن غادي حنا ما كنهضرو، ماشي كنهضرو، حنا كنطبقو الواقع. يعني المغرب قادر باش ينظم. واش نتا كيما كتشوفو خوتي هانتوما غتشوفو الفيديو، السياح ماشي حتى هما سياح، لان هادوك السياح ماشي سياح اجانب، راه فيهم النص جزائريين. السياح هنا باش تعرف الدولة ما فيها لا امن لا سياحة. يعني شوف اخوتي، السياح ماشيين يعني غاديين في حافلة مكشوفة، وبعض الشباب كيضربوهم بالحجر. هنا باش تعرف كيفاش بغيتي انت واحد الدولة غتصيفط الجمهور ديالها لهاد الدولة باش تشاهد المقابلات ديالها. هانتوما خوتي شو غتشوفوا الفيديو، هانتوما غتشوفوه. لكم التعليق، لكم الكلمة. مبروك المغرب التنظيم ديال كأس العالم وكأس افريقيا ان شاء الله، ومبروك على المغاربة كاملين. وتحية كبيرة للناس اللي كيتبعوا هاد القناة، وما تنساوش تدعمونا، وشكرا بزاف.